سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فيلمنا النهارده عن توني ستارك صاحب شركات ومصانع ستارك، واللي بيبقى عايش حياته بالطول والعرض ومش فارق معاه اي حاجه، ولكن بعد فتره بيحصل له شويه مواقف بتخليه يبقى شخص احسن وعايز يغير من نفسه. وفي الفيلم ده هنشوف مراحل تحول توني ستارك من شخص عادي للبطل الخارق ايرون مان. بس قبل ما نبدا الفيلم يا ريت تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وهات فشارك وشايك ويلا بينا على الفيلم. بيبدا الفيلم مع مدرعه جيش ماشيه في صحراء افغانستان، وبيبقى جوه المدرعه دي صاحب اكبر شركات تصنيع الاسلحه الملياردير توني ستارك. وعلى الرغم من شهرته دي كلها بنشوف تعامله كويس مع الجنود وبيبقى عمال يضحك ويهزر معاهم، ولكن للاسف لحظاتهم السعيده دي ما بتكملش وبيتعرضوا للهجوم من رجاله مسلحين، وهنا الجنود بيحاولوا يحاربوهم ولكن بيموتوا في دقايق. وتوني بيجري من المدرعه وبيستخبى ورا صخره، ولكن في قنبله بتنفجر جنبه وبتحدفه لبعيد. وبيلاحظ هنا ان القنبله دي كانت مصنوعه في مصنع الاسلحه بتاعه، ولما بيقع على الارض بيلاقي في شظايا من القنبله دخلت جسمه وبيغمى عليه. وهنا هنرجع للاحداث اللي حصلت من 36 ساعه لما كان بيستلم جايزه احسن اختراع في مهرجان في لاس فيجاس، وبيبداوا يعرضوا فيلم وثائقي فيه قصه حياته، وهي انه يبقى ابن مطور الاسلحه الاسطوري هوارد ستارك، وانه عبقري عمل اول دايره كهربيه ليه وهو عنده 4 سنين، وطور محرك من الصفر وهو عنده 6 سنين، واتخرج كمان من ارقى جامعه في العالم وهو عنده 17 سنه بس. وبعدها بشويه اهله ماتوا في حادثه عربيه، وهو عنده 21 سنه مسك اداره مصانع ستارك لصناعه الاسلحه مكان ابوه. وبعدين العقيد جيمس بينادي على اسم توني عشان يطلع ياخد الجايزه، ولكن بيلاقي توني مش هناك اصلا، وبيستلمها مكانه دراعه اليمين وكمان مساعد ابوه قبل ما يموت اللي هو ستين. وبعدين بنعرف ان توني بيلعب في الكازينو، وهو خارج بيلاقي صحفيه اسمها كريستين بتجري عليه وبتساله الاسلحه اللي بيصنعها دي بتروح فين ولمين، ولكن بدل ما يرد عليها بيعاكسها وبياخدها معاه الشقه، وبيقضوا الليله يلعبوا فيفا بلاي ستيشن. ولما كريستين بتصحى بتبقى منبهره من التكنولوجيا اللي في بيته، وبتلاقي كل حاجه هناك باللمس. وهي ماشيه بتقابل سكرتيره توني اللي اسمها بيبر، واللي بتروح بعد كده تقول لتوني على جدوله بتاع النهارده قبل ما يطلع الطياره بتاعته ويقابل جيمس، واللي بيكون متضايق منه جدا عشان بقى مهمل الفتره الاخيره. وتوني بيخليه يسكر عشان يسكت ويبطل يأنبه لحد ما بيوصلوا لقاعدتهم العسكريه اللي في افغانستان، وهناك بيبدا يعرض لهم اخر مشاريعه تحت اسم صواريخ جيريكو، واللي بتكون قوتها الانفجاريه رهيبه جدا ما شافوش زيها قبل كده. وبيكلم ستين يطمنه ان العرض تم بنجاح عشان يسيبه في حاله، وبعدين بيركب المدرعه مع الجيش، وبتكون دي هي اللقطه اللي شفناها في اول الفيلم خالص. المهم نكمل. بعد ما توني بيفوق بيلاقي نفسه في كهف وفي جهاز غريب راكب في صدره ومتوصل ببطاريه عربيه، وبيلاقي اسير تاني اسمه دكتور جينسن وبيقول له ان هو اللي عمل له العمليه، ولكن ما قدرش يخرج كل الشظايا اللي كانت في صدره، وان الجهاز اللي ركبه له ده بيمنع وصول الشظايا الباقيه لقلبه. يعني بالعربي كده لو الجهاز ده اتشال توني هيموت خالص. وبعدين الارهابيين اللي مسكوهم بيدخلوا عندهم، ودكتور جينسن بيترجم كلامهم وبيقول لتوني انهم عايزين يصنع لهم صواريخ جيريكو، ولما بيرفض بيبداوا يعذبوه ويضربوه، وبعدين بياخدوه المكان مليان اسلحه وكلها من صنع شركه ستارك اصلا. فتوني بيقول هي جت على صواريخ جيريكو يعني، وبيوافق يصنعها لهم، ولكن بنعرف انه هيستغل الموارد بتاعتهم عشان يعمل اسلحه لنفسه، واولها بتكون بطاريات من نوع خاص عشان تقدر تمد الجهاز اللي في قلبه بالطاقه لمده الاف السنين، وكمان بيعدل على تصميم الجهاز نفسه. ولما بيخلص بيقعد يتكلم مع جينسن، واللي بيحكي له عن حياته وانه كان عايش في قريه افغانيه اسمها جولميرا قبل ما الارهابيين يهاجموا القريه، وبيقول له كمان انه مش عارف اذا كانت عيلته عايشين ولا ماتوا، وانه قابل توني قبل كده في مؤتمر صحفي ولكنه كان سكران جدا واكيد مش هيفتكر انه قابله اصلا. وهنا بنلاحظ على توني انه اتاثر شويه، وبعدين بيبدا يرسم تصميم لبدله مسلحه واللي هيمدها بالطاقه عن طريق البطاريه اللي عملها عشان الجهاز اللي في صدره، وهيستخدم البدله دي عشان يقضي على الارهابيين ويهرب من المكان. وفي الوقت ده قائد الارهابيين رازا بيوصل وبيهدد بقتل جينسن، لانه بيبقى حاسس ان توني بيضحك عليهم ومش بيصنع صواريخ جيريكو زي ما بيقول لهم، ولكن توني بيقول له انه محتاج مساعده جينسن عشان يقدر يخلص صناعه الصواريخ بسرعه. وهنا رازا بيضطر يوافق، ولكن بيديله مهله يوم واحد بس زياده يخلص فيه الصاروخ يا اما هيقتله. وفعلا توني بيقضي اليوم ده كله من غير نوم وبيحاول يخلص البدله، وفعلا بيخلصها، وجينسن بيساعده يلبسها وبيعرفه كمان الطريق اللي هيمشي فيه عشان يخرج من الكهف، وبيستخدموا قنابل عشان يفجروا باب الاوضه اللي هم فيها، ولكن بيلاقوا ان البدله هتاخد وقت اصلا عشان تتشحن. وهنا جينسن بيقرر يضحي بنفسه وبياخد سلاح يشغل بيه الحراس على ما البدله تتشحن، ولما بتخلص شحن توني بينطلق في طريقه للخروج من الكهف وبيقضي على اي حارس يشوفه في وشه. وبنشوف كمان ان الرصاص بتاع الجنود ما بيأثرش في البدله خالص، وبيكمل تدبيح في الجنود لحد ما بيشوف رازا وبيضربه بصاروخ بيوقع الكهف عليه. وتوني
بيكمل مشي في الكهف، وهو على باب الخروج من الكهف بيشوف جينسن اللي بيبقى بيطالع في الروح خالص، وبيقول له ان خطته كانت ان هو يضحي بنفسه عشان توني يعرف يهرب من المكان، وان هو عارف ان عيلته ماتت اصلا، وكده هو فرحان انه هيقدر يقابلهم من تاني في الجنه. وبيقول له كمان انه مش عايزه يضيع فرصته التانيه في الحياه في اللعب وشرب الخمره زي ما كان بيعمل. وتوني بيشكره وبيبقى متاثر من كلامه، وبيوعده انه هيبقى شخص احسن. وبعدين توني بيخرج من الكهف وبيبدا يقتل في بقيه الارهابيين ويدمر مخزون الاسلحه بتاعهم، ولكن بيبداوا يضربوه باسلحه من العيار التقيل، والبدله بتبدا تبوظ، فبيفعل نظام الانقاذ واللي بيقذفوا بره المكان اللي هم فيه. ولما البدله بتلمس الارض بتتدمر خالص، ولكنه بيطلع منها سليم وبيتمشى في الصحراء لحد ما طياره امريكيه بتشوفه، وبيهبطوا في الصحراء وبينزل منها صاحبه جيمس، واللي بيكون طاير من الفرحه لما عرف ان صديقه عمره توني لسه عايش، وبيركبوا الطياره وبيرجعوا امريكا تاني. واول ما بيوصل هناك بيبر بتبقى عايزه توني يروح المستشفى، ولكنه بيرفض وبيقول لها انه محتاج حاجتين بس، وهما واحد همبرجر وانه يعمل مؤتمر صحفي. وهناك بيظهر عليه التواضع وبيقول للصحفيين انه هيقفل قسم تصنيع الاسلحه في شركه ستارك في اسرع وقت ممكن. وفي نفس الوقت بيبر بتقابل العميل فيل من وزاره الدفاع، وبيكون عايز يقابل توني عشان يعرف منه تفاصيل اسره، وفعلا بتحدد له ميعاد يقابله فيه. وبالليل ستين بيروح لتوني وبيبقى متعصب من قرار قفل قسم الاسلحه، وان سعر اسهم الشركه هينزل للارض لو عمل كده، ولكن توني بيوضح له انهم يقدروا يبيعوا البطاريه الجديده واللي تقدر تمد اي جهاز بالطاقه لالاف السنين. وستين بيقول له حلو قوي الكلام النظري ده، لكن هنعملها ازاي دي؟ وهنا توني بيوري له انه صنعها اصلا، ولكن بيكون ده نموذج اولي بس. وبنشوف ستين بيبان عليه السعاده والانبهار، وبيوافق على قرار توني انه يقفل قسم الاسلحه بالرغم من ان سعر اسهم الشركه هينزل، عشان كده هيقدروا يرجعوه احسن من الاول لما توني يخلص تطوير البطاريه بشكل كامل. وتاني يوم بيبر بتشوف ان الناس في الاخبار عمالين يعملوا هيصه على حوار نزول اسهم شركه ستارك، وبعدين توني بيطلب منها تساعده عشان يركب النسخه المحسنه من البطاريه، لانه حاول يركبها لنفسه اكتر من مره، وكمان حاول يستخدم الروبوتات لكنه معرفش. وبتبدا فعلا تشيل النسخه القديمه وتركب النسخه الجديده، وفعلا بينجح في تركيبها. وتوني بيطلب منها تدمر النسخه القديمه تماما، وبعدين بيروح يقابل جيمس وبيطلب مساعدته في مشروعه الجديد، ولكن بيبان عليه انه مش مرتاح للي توني بيعمله ده، لانه بيكون فاكره بيعاني من اضطراب ما بعد الصدمه نتيجه للي حصل له لما الارهابيين مسكوه. وهنا توني بيرجع وبيبدا يشتغل على المشروع لوحده، وبيكون المشروع هو انه يعمل نسخه متطوره من البدله اللي عملها قبل كده، وبيبدا يفحص البدله القديمه ويشيل منها الاجزاء اللي ملهاش لازمه عشان يخلي التصميم شكله احسن. وفي الوقت ده بنرجع للصحراء وبنعرف ان رازا لسه عايش بعد ما وقع الكهف عليه، وبيبقى عمال يجمع في اجزاء البدله المسلحه القديمه. وبعدين بنشوف توني وهو بيصمم البدله، واول حاجه بيشتغل عليها هي نظام الطيران بعد ما البدله القديمه وقعت بيه لما حاول يطير بيها وكان هيموت. وشويه وبيبر بتدخل عليه وبتلاقيه مركب سلاح في ايد البدله المسلحه، وبعدين بيبدا يجرب نظام الطيران في البدله، ولما بيخلص بيبر بتبقى سايبه له هديه على مكتبه. وشويه وستين بيروح لتوني وبيعرفوا ان مجلس اداره الشركه قدموا امر قضائي عشان يقدروا يتحكموا في الشركه ويفتحوا قسم الاسلحه من تاني، ولكن توني بيقول له ان محدش هيقدر يعمل كده لانه بيملك اكتر نسبه من اسهم الشركه. وبيرجع يجرب نظام الطيران من تاني، وبعد كذا محاوله بيقدر فعلا يطير بشكل احترافي، وبكده يكون انتهى من صناعه البدله الجديده، وبيسميها مارك 2، وبيربطها بنظام الذكاء الاصطناعي اللي عنده في البيت واللي اسمه جارفيس عشان يعرف لو في اي حاجه حصلت للبدله. وبعدين بيقرر ياخد لفه بالبدله على الرغم من ان جارفيس بيحاول يمنعه، وبيطير بالبدله لبعيد قوي لدرجه انها بتبدا تتلج ونظام التشغيل بيفصل من التلج. وهنا توني بيحاول يستخدم نظام الحمايه عشان يسترجع السيطره على البدله، وفعلا بينجح في ده وبيتفادى تحطم البدله، ولكن بيكسر سقف بيته وبيهبط على العربيه من عربياته ويدمرها خالص. وبعد ما بيخلع البدله بيحط تلج على دماغه وبيفتح هديه بيبر اللي كانت سايبها له على المكتب، وبيلاقي جواها البطاريه القديمه ومكتوب عليها انها الدليل ان توني عنده قلب. وبيرجع تاني لشغله وبيحلل البيانات اللي جمعها لما كان بياخد لفه بالبدله، وبيقرر يصنع البدله من تاني، ولكن المره دي هيستخدم الذهب والتيتانيوم عشان يحل مشكله التلج. وبيطلب من جارفيس يخلي لون البدله اصفر في احمر، وبيسميها مارك 3. وتاني يوم بيروح الحفل الخيري اللي بينظمه كل سنه، وبيقابل هناك العميل فيل واللي بيكون لسه عايز معلومات عن الحادثه بتاعت توني لما اتخطف، ولكنه بيسيبه وبيروح يرقص مع بيبر ويتكلم معاها. ولكن الصحفيه كريستين بتقاطعهم وبتتعصب على توني وبتوري له صور للاسلحه بتاعته والارهابيين بيستخدموها في افغانستان، وبيستغرب لانه المفروض قفل قسم الاسلحه. وبيروح يواجه ستين باللي عرفه، ولكنه بيقول له ان هو اللي رفع عليه قضيه اصلا لانه طول عمره كان تاجر حديد ومش مستعد يغير شغلانته، وكمان انه ما عندوش ضمير وهيفضل يبيع الاسلحه للطرفين اللي هم امريكا وافغانستان يعني طول ما هو عايش. توني طبعا بيتعصب جدا، ولما بيرجع البيت بيشغل التلفزيون وبيعرف ان الاوضاع في قرى افغانستان بقت اسوأ من الاول، وبيتحفز وبيبدا يركب اسلحه اقوى في دراع البدله وبيقعد يجربها. ولما البدله بتكمل بيلبسها وبياخدها يطير باسرع ما يمكن عشان يروح افغانستان وينهي اعمال الارهاب هناك. ولما بيوصل بيلاقي الارهابيين بيهاجموا المدنيين،
وبسرعه بينقذهم وبيقضي على المجموعه الاولى من الارهابيين بقذائف اليد، وبيستخدم اسلحه الكتف عشان يقضي على المجموعه الثانيه كلها ما عدا واحد بس، وبيكون قائد الارهابيين وبيسيبه عايش عشان السكان المدنيين ينتقموا منه بنفسهم. وبيكمل طيرانه ولكن دبابه بتضربه بقذيفه فبيقع، ولما بيقوم بتحاول تضربه بقذيفه ثانيه ولكن بيتفاداها، وهنا بيجي دوره هو في الهجوم وبيدمرها بطلقه واحده بس. وبعدين بيكمل تدمير في المكان وبيستخدم مدافع اليد عشان يدمر صواريخ جيريكو اللي عندهم كلها. وبعد ما بيخلص دمار، رازا قائد المجموعه بيوصل وبيشوفه وهو ماشي، ولما بيدخل سماء امريكا العقيد جيمس بيشوفه وبيفتكرها في الاول طياره بدون طيار، ولكن بيفتكر المشروع اللي توني كان بيشتغل عليه من فتره وبيكلمه، لكنه بينفي معرفته للبدله دي. ولكن لما بيبعتوا طيارتين من نوع F-22 وراه وما بيعرفش يخلع منهم باي طريقه، بيضطر يتصل بجيمس تاني ويقول له ان البدله فعلا تبعه هو. وهنا جيمس بيتعصب عليه وبيقول له ازاي يطلق طياره بدون طيار في الجو كده، ولكن توني بيشرح له بسرعه انه جوه البدله دي بنفسه اصلا وهو اللي بيسوقها، وهو مش واخد باله طياره منهم بتخبط توني فبيفقد توازنه وبيخبط في جناح الطياره الثانيه وبيخلع جناحها بالغلط، والطيار بينط منها وبيلاقي الباراشوت ما بيفتحش، ولكن لحسن حظه توني بيلحقه وبيفتح له الباراشوت بنفسه. وعشان ما حدش يعرف عن البدله دي، توني بيقول لجيمس يقنع الجنود ان ده كان مجرد تدريب وان البدله دي تبع الجيش اصلا. ولما بيروح بيبر بتشوفه وهو بيقلع البدله وبتبقى مستغربه في الاول، ولكن بيبدا يفهمها البدله دي بتاعت ايه. وبنروح لستين اللي بيزور رازا قائد جماعه الارهابيين، وبيبان انه دفع له فلوس عشان يقتل توني، ولكن رازا بيقول له انه عرف المنصب بتاع توني وانه عشان يقتله عايز فلوس اكتر من الاول. وهنا ستين بيطلع جهاز بيأثر على الجهاز العصبي بتاع رازا ويخليه مش عارف يتحرك، وبياخد منه البدله المدرعه اللي جمعوا قطعها من الصحراء، وهو ماشي بيخلي رجالته يقضوا على الارهابيين اللي في المكان كلهم. وبنرجع لتوني بعد ما حكى البيبر على البدله وبيبدا يقنعها تساعده في انه ينقذ الناس اللي هو تسبب في اذاهم بسبب اسلحته، ولما بتشوف الاصرار اللي عنده بتوافق تساعده. بتروح مكتب ستين وبتحط الفلاشه في الكمبيوتر بتاعه وبتبدا تنسخ الملفات منه، وبتشوف فيديو الارهابيين كانوا باعتينه لستين لما كانوا ماسكين توني، وفجاه ستين بيدخل عليها وبيشوفها على الكمبيوتر بتاعه ولكنها بتخبي اللي كانت بتعمله وبتمشي. واول ما بيفتح الكمبيوتر بيلاحظ انها نسخت الملفات من عنده، ولحسن حظها وهي ماشيه بتقابل العميل فيل، وعشان تقدر تمشي من الشركه بامان بتقول له انه يقدر يقابل توني دلوقتي لو عايز. وبعدين ستين بيقابل الفريق بتاعه واللي هو عمله عشان يطور بدله مدرعه بناء على القطع اللي جمعها من البدله اللي خدها من الارهابيين، ولكن الفريق ما بيكونش عارف يعمل بطاريه قويه زي بتاعه توني، وستين بيبقى متعصب جامد، ولكن قائد الفريق بيفهمه ان محدش يقدر يعمل البطاريه دي غير توني نفسه. وهنا ستين بيلاحظ انه عنده حل تاني وبيروح لتوني ويخدره بالسلاح اللي معاه وبيبدا يشيل البطاريه من صدره ويقول له ان البطاريه دي هتبقى اعظم اختراع في القرن ده. ولما بيمشي توني بيلاحظ انه ما عندوش حاجه تنقذه غير البطاريه اللي كانت في هديه بيبر، وبيبدا يزحف لهناك، ولما بيوصل بياخد البطاريه ويركبها. وفي نفس الوقت جيمس بيوصل عنده وبيطمنه انه بعت 5 رجاله عشان يمسكوا ستين، ولكن توني بيتخض وبيقول له ان العدد ده مش كفايه خالص، وبيقوم وبيبدا يلبس البدله بتاعته، وجيمس بيقول له يخلي باله من نفسه. ولما توني بيطير ويمشي بيشوف البدله القديمه مارك 2 وبيقول لنفسه المره الجايه هبقى اخدها واروح معاه. وفي الوقت ده بيبر وفيل وكام محقق تانيين بيوصلوا عند معمل البحوث بتاع ستين، وهناك بيلاقوا بدله الارهابيين وخزنه، ولما بيقربوا منها مره واحده بتخرج بدله تانية كبيره وبتبدا تجري وراهم وتهاجمهم، وبتكون دي بدله ستين واللي استخدم فيها البطاريه اللي سرقها من توني. وبنروح لتوني اللي بيقرب من معمل ستين، ولكن جارفاس بيوضح له ان البدله هتشتغل بنص طاقتها بس لان البطاريه اللي في صدره دلوقتي اضعف من الثانيه بكتير. وبيدخل المعمل وبيبدا يهاجم ستين ويسحبه للشارع، وهناك توني بيحاول يحمي المدنيين من ستين، وبعدين بيسحبوا المعركه في السماء وبيفضل يهرب منه لحد ما بيوصلوا على الارتفاع اللي بيخلي بدله ستين تتلج زي ما حصل معاه قبل كده، وبيقع على الارض. وبعد لحظات بدله توني كمان بتبدا تفقد توازنها بسبب ضعف البطاريه، وبيهبط جنب ستين فوق المصنع بتاعه، وبيرجعوا يتعاركوا تاني. وفي وسط المعركه توني بيعطل له نظام تتبع الاسلحه اللي في بدلته، وبيطلب من بيبر تشغل جهاز هيولد موجات صدمه قويه عشان يدمر بدله ستين، وبتكون متردده في الاول عشان توني ممكن يموت في الحوار ده هو كمان، ولكنه بيطمنها وبيقول لها انه مش هيموت تحت اي ظرف. وفعلا بتشغل الجهاز وبدله ستين بتتدمر وبتقع في المفاعل وبيموت هناك. وبنروح لتوني اللي بنشوف ان البطاريه اللي في صدره لسه شغاله، وده معناه انه لسه عايش. وبعد كام يوم العقيد جيمس بيعمل مؤتمر صحفي عن الحادثه اللي حصلت، والاسم اللي الجرايد كاتباه عن بدله توني اللي هو ايرون مان بيعجبه، وبيقرر يسمي نفسه ايرون مان فعلا، ومن هنا بيجي الاسم
ده. وبعدين العميل فيل بيوصل ويقول لتوني انه لعب في تقارير موت ستين، وانهم هيقولوا للناس انه مات في انفجار طياره، وان توني كان مسافر ساعه موته، وكمان ان ايرون مان ده يبقى الحارس الجديد بتاع الشركه بتاعت توني. وهنا بيبر بتساله عن المنظمه اللي هو تبعها، وبيقول لها انها منظمه اسمها الدرع اللي هي ذا شيلد، وبيمشي ودي مؤسسه لاصحاب القوى الخارقه تبع عالم مارفل، وليها مسلسل كامل اكتر من 100 حلقه. لو حبيتونا نلخصه قولوا لنا في التعليقات. وبعدين بيجي دور توني في المؤتمر الصحفي وبيرفض انه يكذب على الناس، وبيرمي الورق اللي كان هيقرا منه، وبيقول للكل ان هو ايرون مان. وطبعا الخبر ده بيقلب المؤتمر، ولكن بيسيبهم ويمشي. ولما بيوصل البيت بيقابل راجل لابس اسود، وبيقول لتوني انه بقى جزء من عالم القوى الخارقه بعد ما قال للناس انه ايرون مان. ولما توني بيساله هو مين، بيعرف انه نيك فيوري رئيس مؤسسه الدرع، وانه جه عشان يكلم توني عن مشروع جديد اسمه المنتقمون ذا افنجرز. والفيلم بيخلص على كده. لو عجبكم الملخص ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.